طمنين على ابنك، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير. ايه الاجراءات اللي تمت، وايه اللي يعني الخطوات اللي اخذتيها في علاج ابنك؟ هو ابن من يوم ما اتولد هو تعبان، مريض كبد. تمام. وعرفت ان هو عنده 5 سنين، او 4 سنين ونص كده، ان هو مريض قلب وعايز عملية قلب مفتوح. تمام، عنده كام سنه اهو؟ هو دلوقتي عنده 8 سنين. من اول ما اتولد وهو تعبان بالمرض ده؟ من يوم ما اتولد وهو عنده شهرين عرفت ان هو عنده تليف كبد. يعني هو كان يعني في بدايه ما اتولد ما كانش فيه اي اثار للتعب ده؟ لا، كان طبيعي خالص، كان حلو جدا وما كانش في اي حاجة. تمام. اكتشفتوه امتى؟ هو عنده شهرين. يعني اكتشفته وهو عنده شهرين ولا من شهرين؟ لا، وهو عنده شهرين حضرتك. هو لسه رضيع. طيب ايه الخطوات اللي اخذتيها يا مدام اسماء؟ ما رحت عندنا جامعة هنا، قالوا لي حولوني على ابو الريش. مش قلت في دكتور قالت لي ما تروحيش ابو الريش لانه هو مريض كبد. هو تمام. بس احنا عارفين ان هو مريض كبد، بس مش عارفين نشخصه هو ايه، تعبان ايه بالظبط في الكبد. فرحت بيه معهد الكبد اللي في شبين، ودنيتني متابعة معاهم بقالي 8 سنين. كويس. هو المعهد ما شاء الله عليه كويس، بس اللي هم قالوا من 3 سنين ان هو عايز زرع كبد. هم قايلين لي من زمان، بس اكدوا لي ان هو عايز زرع كبد من 3 سنين. تمام. انت دلوقتي هو بيتعالج من ايه؟ من الكبد ولا يعني قولي لي الحاله بالظبط عشان نقدر نوضحها. هو دلوقتي عايز عمليتين، عمليه قلب مفتوح وعمليه زرع كبد. قلب مفتوح؟ طيب هو ايه الاجراءات اللي اخدتيها عشان تعملي العمليه الاولى؟ قلب مفتوح ولا الكبد؟ انهي الاول قلب المفتوح. كويس. في دكتور كلمني من مجلس الوزراء، اداني جواب حضرتك. كويس. وحولنا على الدمرداش. ممتاز. انا من الدكتور في الدمرداش قال لي انا مش عندي اي مشكله من العمليه الجراحيه بالنسبه لي كجراح، المشكله في التخدير. التخدير هيوافق هنشتغل في العمليه على طول، مش هناخد وقت. كويس. يعني في اي معوقات قابلتك يا مدام اسماء؟ ما فيش اي معوقات. هي بقى الخطه الجايه ان هو انا لو مش لقيت متبرع احاول ان افتح حساب في وزاره التضامن عشان الناس تتبرع عليه، عشان احاول اسفره بره. ده بالنسبه لعمليه القلب ولا للكبد؟ عمليه القلب حضرتك بقول لك انا هنعملها ان شاء الله في الدمرداش. كويس. مش قلق منها خالص. اما انت هي المشكله في الزرع، لان انا ما نفعتش ولا باباه ولا اخواتي، ما حدش ينفع. الفصيله مش مطابقه. ايوه. طيب ان شاء الله احنا متابعين معاكي برنامج بتوقيت العاشره خطوه بخطوه، واحنا تحت امرك، وان شاء الله يعني معاكي ونذللك اي معوقات، وباذن الله شفاه الله وعافاه، وان شاء الله تفرحي ان شاء الله. يا رب. تشكر يا استاذ. شكرا جزيلا لهذه المداخله. شكرا يا مدام اسماء. طبعا بعض الناس بتنتهز